السلام عليكم، نتمنى تكونوا كاملين مزيانين بصحة جيدة وفي أحسن الأحوال. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم السفوف أو سلو صحي بدون سكر اللي جا كيحمق وجا يعني فحال كنقولوا فيه تقاوت وجا لذيذ بزاف، واخا ما عملتلو حتى حبة السكر. خصنا نحاولوا بزاف أننا نبقاو نستعملوا يعني وصفات طبيعية، ماشي غير في رمضان ومن غير رمضان، أننا يعني نقللوا من السكر يعني نعملوا وصفات اللي هما طبيعيين وصحيين. انا شاركت معكم بزاف الوصفات اللي هما حلوين ولكن بدون سكر. يعني شاركت معكم معسلات رمضان بدون سكر اللي جاو كيحمقوا. يعني الوصفات كاملين بالنسبه للناس اللي اول مره كيشاهد القناه، فانا غنخلي لكم الوصفات كاملين في صندوق الوصف. ودابا ما غنطولش عليكم، غندخلوا مباشره للمقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير كيف ما كتشاهدوا هما هادو. هنايا عندي نصف كيلو من اللوز اللي سلقته وخليته ليله كامله كيبس، من بعد حمرته في الفرن، يعني ما قليتوش في الزيت هنا باش يعني نخليو الوصفه صحيه. وزولت منه هاد شويه د اللوز. بالنسبه للجنجلان فهو يعني من بعد ما نقيته غسلته يعني نقيته وغسلته وحمرته في الفران، عاود حتى هو زولت منه واحد شويه. بالنسبه للدقيق فانا استعملت الدقيق الكامل د الزرع او دقيق انتغرال كيف ما كتشاهدوها هو بالنخاله ديالو. بالنسبه لهذا الدقيق هذا فانا شريته من عند الجزار، اللي ممكن تحمروه في الفرن ولا تحمروه في واحد المقلاة. هادو كاضافه هنايا عندي هاد الزرارع كيف ما كنسميوهم، زريعه د القراع ود نوار الشمس. عندي شويه د الجنجلان مخلطين معاهم، يعني الجنجلان وزريعه الكتان والبافود، فهادو كيتبعوا هيدا مخلطين في ميركادونا. وممكن تضيفوا يعني الزرارع اللي بغيتو. هنايا غادي نضيف عاود القليل من الشوفان من بعد ما نحمروه. هنايا نسيت ما نحمرو ولكن تبقي كل شيء عندي محمر. هنايا عندي 75 غرام د القرفه. بالنسبه اللي بغى يعمل كيلو فغتضاعفوا المقادير كاملين. هنايا عندي حبه حلاوه ملعقه كبيره، عاود حتى حبه حلاوه يعني نقيتها وحمرتها شويه. هذا النافع حتى هو ملعقه كبيره، توا حمرته نقيته وحمرته. هنايا عندي نصف ملعقه صغيره من السكر البني اللي طحنت فيه اولا اللي دقيت فيه المسكه. وهذيك الملح، شويه الملح الهيمالايا عليها يعني اللون ديالها مبدل. وهنايا عندي كاس زيت الزيتون ما يعادل 125 غرام. بالنسبه للشوفان فانا عبيته باش نحمره. وبالنسبه للدقيق فضروري ما نغربلوه، واخا انا خليته يعني بالنخاله ديالو بكل شيء، غربلته على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا كيبقى النخاله. وكنبقى يعني نقوز يدي هيدا باش نزولوا ديك الحبيبات الدقيق اللي بقاو. صافي غير نزولوا ديك الحبيبات الدقيق اللي بقاو، غادي نردوا ديك النخاله كامله على الدقيق. وطبعا اللي ما بغاش يعمل نخاله ما يعملهاش. انا كنصحكم انكم تعملوها لان كيف ما كتعرفوا انها مهمه بزاف، يعني صحيه بزاف. وبالنسبه للسفوف فما جاش يحرش نهائيا، جا بحال اللي كانه معدل بالدقيق العادي، يعني ما جاش الفرق مره بين السفوف او سلو اللي كنعدلو دائما مع هذا. صافي دابا هنايا غادي نضيف القرفه، غنضيف المسكه والقليل من الملح. بالنسبه للشوفان فهذا هو يعني النوع الشوفان اللي استعملت دليدل، وممكن تستعملوا حتى ميركادونا او ممكن تستعملوا يعني اي واحد كان عندكم متوفر. شني هاد الشوفان هذا جا مهرس يعني ماشي الحبه صحيحه. وهذا هو الزرارع اللي استعملت اللي قلت لكم شريته من ميركادونا. وانتم ممكن يعني تعملوا الخلطه ديالكم غير بيدكم او لا تضيفوهم، يعني ماشي ضروري يكونوا تشريوهم هيدا مخلطين، ممكن تشريو يعني شويه من الحاجه وتخلطوهم. بالنسبه للدقيق فانا هذا هو الدقيق اللي استعملت كيف ما كتشاهدوا، وهذه هي الطريقه اللي حمرته به. يعني حيت عندي كميه قليله غير نصف كيلو د الدقيق فانا حمرته غير في واحد المقلاة. من الاحسن تكون مقله كبيره باش يعني تقدروا تبقاو تحركوا على راحتكم. صافي غادي نبقاو كل 5 دقائق او 10 دقائق في نار متوسطه كنحركوا على هذا الشكل هذا. وكل ما يتكون عندنا الحبيبات او الكويرات الدقيق
غادي نبقاو يعني نضغطوا عليهم باش يعني يتفتتوا معانا، باش يعني حتى هما يدخلوا الطياب الدقيق. صافي غنستمر هيدا حتى يتحمر معايا الطحين. دابا هنايا غادي ننتقلوا باش نطحنوا الحبة حلاوه والنافع. غادي نبدا بهم هو الاولي. غادي نطحنهم مع بعضيتهم وغادي نغربلهم على هذا الشكل هذا. هادوك يعني البقايا اللي كيبقاو معايا فانا غادي نعاود نطحنهم المره الثانيه ونغربلهم. دابا في نفس يعني الطحنه غادي نعاودو نطحنوا جنجلان. بالنسبه للجنجلان فمن الاحسن يعني ما تحمروهش بزاف باش ما يعطيكمش ديك المذاق ديال المروره، لان اذا تحمر اكثر من القياس فهو كيعطينا واحد الطيبه مجهده بزاف وكيجينا بحال المر. اذا من الاحسن نعملوا له واحد التحميره خفيفه، يعني ماشي عاود نخليوه خضر. وغادي نبقى نطحنو مزيان حتى نحصل على هذا القوام هذا كيف ما كتشاهدوا، يعني كيجي القوام ديالو كريمي. علاش عملت له هذا الطريقه هذه؟ باش ما نستعملوش الدهون بزاف، يعني ما نستعملوا لا زبده ما غنستعملوا لا زيت المائده. كاين الناس اللي كيستعملوا الزبده وزيت المائده، ف يعني هذا واحد باقي نستعملوا الزبده شويه على زيت المائده، فهذاك ماشي صحي نهائيا. عليها كنخليهم بهذا القوام هذا كريمي باش بلا ما نستعملوا الدهون. بالنسبه للوز كيف ما شاهدتوا حتى هو عاود نفس الشيء عملت له، يعني بقيت كنطحنو حتى رجع لي بهذا القوام. صافي دابا غادي نحاول نخلط هاد الصفوف هذا بيدي يعني نعركو واحد شويه غير شويه، غير ندخل فيه يعني هاد المكونات هادو اللي عملنا. وملي يتخلط لي ديك المكونات مزيان غادي نعاود نعملهم في ديك الاله د الطحنه اللي طحنت فيها، اولا عملوه في الاله د العجن، في الماكينه د العجين دعملوه باش يعني يتسرك لكم مزيان، يعني نعركوه مزيان باش يدخلوا التوابل مزيان في بعضيتهم او المكونات. كيف ما شاهدتوا انني زدت العسل، كاس د العسل هو اللي ما ذكرتش معكم في الاول، كاس صغير د العسل يعني كاس د العنبه او ما يعادل 125 غرام. ونفس الشيء نزيد الزيتون، يعني 125 غرام هي اللي او مليلتر هي اللي استعملت. بالنسبه للعسل فانا سخنته، يعني ضروري ما تسخنوه باش يدخل مزيان ويفزق لنا ديك الصفوف او السلو. بالنسبه لزيت الزيتون فمن الاحسن تستعملوا هذيك اللي الطيبه ديالها خفيفه، اللي ما كتجيش قويه. بحال مثلا هنايا في اسبانيا عندنا بيرخين اكسترا، وكاين بيرخين وكاين صوابي، يعني خفيفه ومتوسطه والقويه. من الاحسن تستعملوا خفيفه باش ما يجيكمش المذاق مجهد د زيت الزيتون. وبالنسبه يعني زيت الزيتون ولا العسل ممكن تستعملوا الكميه اللي بغيتوا على حساب يعني كيفاش كيعجبكم سلو، واش كيعجبكم مدردش ولا كيعجبكم معلق. يعني شحال ما خصكم يكون معلق غتزيدوا العسل وغتزيدوا العسل كيبقى طبعا على حسب الذوق ديالكم في الحلاوه. وبالنسبه للزيت د الزيتون على حسب يعني التعليكه كيفاش خصكم تسلو. كيف ما شاهدتوا انني عاودت كيف ما قلت لكم طحنته المره الثانيه باش علقته مزيان كيف ما كتشاهدوا. بالنسبه يعني لهاد الصفوف هذا فهو يعني اذا خليتوه نهار فهو كيشحت، يعني كيبس شويه ما كيبقاش هيدا معلق. وكيف ما قلت لكم يعني اذا خصكم يجيكم معلق اكثر بالاحسن نخليوه هيدا نبيتوه باش لغدا نشوفوا يعني شحال باقي خصنا نزيدوا له باش نزيدوا نعلقوه. عاد حتى تكملوا يعني تخلطوه كل شيء، عاد نضيفوا له هاد يعني هاد الزرارع اللي ضيفتو جنجلان واللوز وهاد الشوفان هذا من بعد ما حمرته، عاد ندخلوهم في هاد السلو. لان اذا خلطناهم مع في الاول نكبوهم ومن بعد نزيدوا لهم ديك زيت الزيتون والعسل فهاديك اللوز ما كيبقاش يبين معنا والجنجلان ما كيبقاش يبين معنا، صافي كيتغطاو بحال نقولوا كيتوسخوا
بديك السلو ما كيبقاوش باينين نقيين. هيدا اللوزه يعني نقيه كتبقى تبان. كيف ما شاهدتوا انني يعني قلبتهم في واحد المعجنه باش يسهل عليا انني نخلطهم مزيان مع بعضيتهم. بالنسبه لديك الكاس ديال العسل اللي عملت لي قلت لكم فيه 125 مليلتر او الغرام، فهو يعني جا هو هذاك الحلاوه. يعني ما عرفتش كيفاش كنا كنعملوا، اننا كنزيدوا السكر كلاصي وكنزيدوا العسل وكناكلوا هيداك يعني بديك السكر وبديك، وهو غير بديك الكاس ديال العسل اللي عملت هذاك العسل الحر. يعني غير بديك الكاس ديال العسل صافي حلالي هاد السلو هذا جا يعني هو هذاك في الحلاوه. وفي نفس الوقت كيف ما شاهدتوا انه صحي بزاف. يعني ما استعملتش الدقيق الابيض، ما كنصحكمش انكم تستعملوه. وها هو الشكل ديالو كيفاش جا هذا في اليوم الموالي. كيف ما شاهدتوا انه بقى مدردش، ما بقاش معلق، لان ما بغيتش نزيد نعلكو اكثر او نزيد له زيت الزيتون اكثر. وكيف ما قلت لكم اذا بغيتو يجيكم معلق فغادي تزيدوا زيت الزيتون. هنايا غادي نعمل هاد القالب هذا اللي هو د الهلال، غير باش يعني نصور معكم ويجي المنظر مزيون. هنايا كنت بديت كنعمرو، هو هيدا مدردش فما غيبقى ليش يعني شابر ديك الشكل ديال الهلال. فانا غادي نضطر انني نزيد له زيت الزيتون. فعملته في واحد البول، يعني هزيت الكميه اللي بغيت وبديت كنضيف زيت الزيتون. صافي بديت كنضيف شويه بشويه حتى يعني تعلق معايا شويه عاد باش نعملو في ديك المول. بالنسبه لهذا المول هذا فانا شريته من علي اكسبريس، وباش نحافظوا يعني على ديك الشكل باش يجينا الشكل هو هذاك هذا المول هذا، فضروري ما نضغطوا على هذا الشكل هذا كيف ما كتشاهدوا. يعني غادي نهزوه في يدنا على هذا الشكل هذا ونبقاو نضغطوا باش يبقى لنا محافظ على ديك الشكل ديال الهلال. وهذا هو الشكل النهائي ديال الصفوف او سلو ديالنا. بغيتوه معلق او بغيتوه مدردش، في كلتا الحالتين كيجيو مزيونين بزاف. ويعني كتكونوا كتاكلوا واحد الحاجه اللي هي صحيه بزاف، اللي ما كيأنبكمش الضمير ديالكم عليها. دائما ملي كناكلوا شي حاجه حلوه كيبقى الضمير ديالنا يأنبنا، ولكن واخا هيدا كنعاودوا ناكلوها. فهنايا يعني غتكونوا كتاكلوا واحد الصفوف او سلو اللي هو صحي واللي جا مزيون بزاف. ما جاش الفرق نهائيا بين السلو العادي والسلو هذا. اذا عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايكات ديالكم والكومنتاريز ديالكم باش تشجعوني اكثر، وتبارطاجيو مع العائله ديالكم والاصدقاء ديالكم لتعم الفائده وباش تزيد تكبر القناه ديالنا ان شاء الله. بالنسبه لاول مره كيشاهد الفيديو، اذا كان عجبكم المحتوى وعجبتكم القناه فما تنسوش تشاركوا بالضغط على ابوني او سبسكريبير او اشتراك، وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي كنعملو. ودابا غادي نخليكم حتى الفيديو المقبل ان شاء الله.